افاجئكم بحاجه، يعني ربنا يستر ما تزقنيش عشان اتهزقت عليها كتير قوي. هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ ربكم مليون الف خير، صباح الخير او مساء الخير على حسب توقيت انتوا بتشوفوني فيه. لاول مره تشوفني هاي، انا ساره من قناه بايت توكس، ما كان كتير. خش على فكره الفيديو على طول. النضاره هذاكر تعالى ذاكروا معايا. انا عارفه انا بقالي كتير مختفيه، لكن يعني والله المذاكره، والله المذاكره هي اللي مطلعاني. بص، انا المفروض النهارده اصلا يوم العربي، ان هو محمد صلاح، يوم محمد صلاح. اذاكر المحاضره بتاعته، لكن بالنسبه ان انا حاساني بستهبل جدا في الماث والكيمستري والفيزيكس، فالتلاته دول محتاجه اظبطهم. فحاولت ابتدي امبارح باول لسن في الالجبرا. يعني بصوا، واحده واحده. آه، المفروض خلصنا اول 5 دروس الجبرا، واول درسين كالكلس، واول درس تريجونومتري. ماشي ماشي. ميكانيكس بقى بصراحه مش عارفه احنا مخلصين فيها ايه، عشان يعني حصل نسيت اساله المدرس عليها. لكن ما كانش على الميكانيكس، يعني هنخلص البيور ماس الاول بعدين نخش في الميكانيكس. كنت عايزه اقول لكم حاجه في العموم، عشان الناس اللي مش هيعرفوا في الكتب خارجيه يعرفوا. في الاول كنتش عارفه فرق ما بين الكتاب ده والكتاب التاني، اللي هو لونه نفس اللون لكن تركواز اكتر. ماشي. هنا مكتوب فوق هتلاقي كلمه كده مكتوب عليها بيور. بيور دي اللي هي بيور ميكانيكس، اللي هو ماثماتكس. انا مقتنعه بالميكانيكس. بيور ماثماتكس هي قولوا معايا، ده اللي هي فيها الجبرا وكالكلس وستاتكس وتريجنومتري والحاجات دي. الكتاب التاني فيه ميكانيكس بس. فيه ميكانيكس بس. ماشي. فعسى خير. كنت عايزه قبل ما ابدا، بالنسبه ان احنا لسه اول دقيقتين من الفيديو، كنت عايزه افاجئكم بحاجه، يعني ربنا يستر ما تزقنيش عشان اتهزقت عليها كتير قوي. لو مش واخدين بالكم، انا قصيت شعري. بصوا، اللي مش عارفني يعني اول مره يشوف الفيديو، فانا شعري كان واصل لاخر ظهري. خشوا اي فيديو تاني هتاخدوا بالي ان انا شعري كان بيعدي مبقاش يعدي. هحطلكوا صورة شعري هنا، هو ملولو مش عارفة ليه، لكن يعني حصل خير. كنت اصلا عاملاه ضفيرة، كنت عاملاه اصلا قبليها، بعدين كنت غسلاه وكان لسه اللي هو يعني كده، بس قررت ان انا اقصه. هتقولي قصتي ليه؟ هقول لكم. بقالي سنة عاوزة اقصه، عشان حاسة ان هو بجد مش هيلثي اللي انا عاوزاه. اسمه بقالي سنة بتحايل عليهم من الشتا اللي فات ان انا عايزة اقصه، لكن لازم اخد ابروفل امي واختي عشان ما تغضبش عليا منهم هما الاثنين. بس قلت لهم اعتذرنا لاختي مش عارفه ايه وكده، قلت لها هتقصهولي ولا اقصه والله من وراكم؟ فقالت لي يلا، فيلا. حسيت ان هي لحظه جنونيه كده، اللي هو لو كنتش عملتها ما كنتش هعملها في عمري تاني. بس ان انا بجد فاضلي ان شاء الله لغايه ما اتخرج، لو عشت يعني 2 سنين غير السنه الجايه، فاهماني يعني؟ مش السنه الجايه اللي هو 2026 اخرها، لا، احنا هنتخرج ان شاء الله اخر 28 على شهر 10. بلس ان هو اخر 27 2027 هيكون تخرج صاحبتي، فانا ما عنديش بالنسبه من هنا، من دلوقتي احنا في 25 في اخرها لغايه اخر 27 انا ما بحضرش اي حاجه غير جراتيويشنات. ف قلت الفكره بجد بقى ان انتوا تشوفوه، مثلا لو عملتوا لورا كده وتشوفوا طوله، هو عامل كده، في هنا طويل وهنا قصير وفي خط كده وفي حته طالعه في النص. يعني بجد الموضوع عبثي جدا. قصيته كده، لكن في العموم ما كنت مبسوطه في ساعتها. كنت مبسوطه ساعتها. بعدين لما جيت انام حسيت ان في هم جه على قلبي يعني كبير كده. اللي هقول لكم ليه، عشان انا اكتر من 7 سنين ما قصيتش شعري. انا قصيت شعري وانا صغيره جدا، يعني انا 100% قبل ما تم 10 ونص، عشان 10 ونص ده انا كان شعري طويل اصلا، كان مثلا نص ظهري. فهو وانا عندي 10 سنين ونص. وانا دلوقتي عندي 17 وماشيه فيها. ايه انا ماشيه فيها. انا ميلادي كان شهر 8 والنهارده انا في شهر 10، فيعني حصل خير. نخش على فكره الفيديو بقى. تعالوا ذاكروا معايا. المفروض هنخلص الماث، اللي هو البيور ماث كله اللي احنا خدناه، عشان امتحانات الشهر ما تجيش تخنقني. و اسمه ايه ده، عندي بيور ماث المفروض اخلصه. و وكيمستري احنا خدنا اول 3 دروس، فحاسه ان هو مش هيكون كتير قوي، تقيل قوي يعني، مش هعرف المه. والفيزيكس برضو
مش عارفه احنا واخدين تقريبا 3 دروس برضو، او تقريبا مش عارفه. يعني احنا هنتلاقي نلعب 3 دروس 4 دروس، يعني اللي هو مش كتير. بس فبلس ان انا اوريدي كنت عامله لهم سمري، فيعني انا بس هحتاج احل كتير، فيعني تمام. لما ازهق من الماس ممكن اخد كيمستري او فيزيكس بس. ودلوقتي الساعه عشان تعرفوا الساعه 11 وتلت، فتعالوا نذاكر معايا. بص، اول حاجه عشان نذاكر بيها انا هحتاج كراسه. بص انا خدت، انا ما خلصتش الفيديو بتاع امبارح. خلصت فيه لغايه فين؟ انت طلعت اصلا، استنى. لو عرفت المدرس اكتبولي تحت في الكومنتات. آه خلصت الساعه 8 دقايق وهو 38، ففضلني نص ساعه بس. انا عامله تايمز 2 فان شاء الله يخلص اسرع. بس فهم المفروض 5 دروس، وده اخر درس الاول في الجبرا، فالمفروض اخلص الدرس واحل عليه في الكتاب، واخلص اللي بعده واحل عليه في الكتاب. لكن انا بالنسبه لي الماث في العموم انا بس يعني كمذاكرته ماشي، بركز مع المستر وبكتب وراه، ده في اي ماده. لكن في الحل انا بتخانق فبقعد اسمع اغاني، يعني ان هو مش هيكون مذاكره، لكن هتكون مذاكره عادي. هي المذاكره هتلاقيني في كيمستري وفيزيكس. لو فاكريني ان انا مايله لعلم رياضه او علم علوم، فلو كل ولا مايله ده ولا مايله ده، انا على حسب بقى درجاتي وربنا يستر. لكن يعني هو مش على حسب بقى من درجاتي في المواد كلها، على حسب درجاتي في الماث، فاهماني؟ اللي هو في الماث بالظبط، عشان كده الكيمستري والفيزيكس هي معايا في الحالتين، والماث هو البوينت بقى. انا بتيكت وريليف ليه بقى؟ عشان احنا مش عندنا بيولوجي، فانا مش عارفه احنا هناخد ايه. لكن انا فاكره ان احنا لما كنا واخدين بقى digestive system ونيرفس سيستم وريسبيراتوري سيستم والحاجات دي، فانا بجد كنت حباها. لكن ما كنتش بحب النباتات، يعني اللي هو انا مالي انا الستم اللي جواها. لكن يعني حصل خير. كفايه رغي بقى، نخش نذاكر دلوقتي. 11 وتلت نبدا ونص، و هكيب يو ابديت كل ما اخلص حاجه اجيلكوا تاني اقول لكم خلاص. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده، لو وراكم مذاكرات روحوا ذاكروا. ولو خلصت والمواد دي كلها التلات مواد دول لو خلصت يعني ممكن اخد من محمد صلاح. لكن حاسه ان هو خيال علمي جدا يعني ان انا اعمل كده. لكن يعني اصلا محمد صلاح انا خلصت المحاضره الاولى، هما 4 محاضرات. خلصت المحاضره الاولى. المحاضره التانية فيها اللي هو حل في الحصه والواجب والامتحان، فانا فاضلي الحل في الحصه في البلاغه والادب، فانا محتاجه اتفرج عليهم هما الاثنين واحل الواجب واحل الامتحان بس عشان اخش على المحاضره الثالثه. فكرة ان المحاضره الثالثه هو يعني انا اللي كان مأخرني في اول محاضرتين ان هو كان فيه الحصه التأسيسيه، والحصه التأسيسيه دي كانت كبيره قد كده، الجحشه كبيره. ف يعني حصل خير، روحوا ذاكروا بقى وكيب يو ابديتد. قولوا لي تحت في الكومنتات، هسيبها لكم مفتوحه، دونت وري. هحاول على قد ما اقدر ان انا اسيبها لكم مفتوحه. وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده روحوا كل ما اخلص حاجه، روحوا انتوا خلصوا حاجه من عليكم واكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا خلصتوا ايه مذاكره من عليكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. بس فاعملوا بوز دلوقتي، روحوا ذاكروا اول ماده. يلا خلصت الحصه بتاعت ليسن 1، بقالي 37 دقيقه بذاكر. الحمد لله. خلصت اول حصه فاهو. خدت مني مثلا بتاع 1 2 3 3 صفحات وش وظهر ووش كده بس. اول درس كان كتير، وخدت بالي ان احنا المدرس اللي انا باخد معايا كان مقسمه اكتر من كده. الدرس بتاع اليوتيوب خده مره واحده. كان في حد منكم في الكومنتات كان كاتب لي تحت اسمه ايه ده، المدرسين اللي انا بتفرج عليهم على اليوتيوب، فاكراكي مش ناسياكي. بص انا حاليا على اليوتيوب بصراحه انا بخش اول واحد بلاقيه في وشي بتفرج عليه. لكن يعني بالنسبه ان انا اكتشفت ان احمد الزيني نزل دروس سينيور 2. انا مش عارفه هو منزلها كلها ولا لا. هو انا احمد الزيني كنت باخد معاه درس السنه اللي فاتت، انا مش عارفه المفروض اقول كده ولا لا. لكن كنت باخد معاه درس، كنا اللي هو مجموعه كده، لكن انا كنت باخد اونلاين عادي جدا. لكن هي البوينت ان انا ما كنتش بفهم منه، مش فكره ما بفهمش منه، كنت بفهم منه عادي. لكن اسمه ايه ده، هو مثلا كان بجد بيشرح مثلا في ربع ساعه ونص الساعه كان بيحل. فانا بالنسبه لي سينيور 1 انا بجد ما كنتش فاهمه الماث خالص، كان بالنسبه لي صعب مهما حليت ما كنتش فاهمه. لكن هو مش هقول انا عيب عليه، برضه ما بقولش انا عيب عليا. لكن هو في العموم listen to اسمه ايه ده، listen to senior 1 الماث بتاعها صعب
صعب، وده اللي خلاني اصلا اعيد تفكيري. يعني انا لو سالتوني طول حياتي هقول لكم ان انا عايزه اخش علمي رياضه وبحب الماث مش عارفه ايه وكده. لكن سينيور 1 هي اللي خلتني اعيد تفكيري في الماث. بس وحسيت ان انا بميل حاليا للساينس اكتر. لو عرفتوني من زمان هتعرفوا ان انا كنت على طول هقول لكم ان انا بميل للماث وان انا بحب الماث، وممكن اقعد بالساعات عادي جدا احله قدام التلفزيون. كل ده حقيقي على فكره. لكن هو بوينت سينيور 1 هي اللي خلتني اعيد تفكيري في الماث، وحسيت ان الساينس مور سيف. ان هو انت هتفهمي تحفظي تخشي تحلي هتلاقيه حتى لو السؤال مش نفسه هو، لكن مهما هيلعب هو هيجيب لك السؤال تبع المنهج. لكن الماث هو اللي هو خالص. فبالنسبه لي انا سينيور 1 انا كنت بخش بحس ان انا اللي انا بذاكره حاجه وكتاب المعاصر حاجه وامتحانات الشهر حاجه تانية. فبس فعشان كده ف بصوا انا دلوقتي خلصت اسمه ده اول درس. بدأته 38 11 38 وخلصته 12 وربع. ده كان اول درس. كان في واحده منكم في الكومنتات قالت لي باخد مع مين، بتفرج على مين يعني اليوتيوب. فبصراحه هو مش نسيكي، لكن بصي هو بصراحه مش حد معين، يعني مش شخص واحد بس. يعني انا بخش بعمل سيرش على اليوتيوب عادي على اسم الدرس وهو الواحد بيطلع لي بتفرج عليه. لكن هي الفكره ان هو ساعات لما بكون مزنوقه في الوقت ورايحه كذا حاجه ورا بعض بشوف اقل واحد دلوقتي. لكن هو على فكره مش فكره ان هو ده مثلا 6 ساعات وده ساعه مثلا فان ده هيشرح احسن من ده. ممكن لكن اللي هو الساعه برضو ان هو ممكن عادي جدا بيشرح بسرعه او بيتكلم بسرعه او بيدي اكزامبل بسرعه او بيشرح مثلا في اول ربع ساعه وبعدين الباقي يكمل. فهو يعني على حسب نوع الشخص ماشي. لكن انا لو اتفرجت على شخص اللي هو عدد بالوقت قليل وما فهمتش منه برجع بتفرج على العدد الكبير عادي جدا. يمكن هو كتوفير وقت ماشي. ف دخلت على اول حصه الدرس اللي هو real function determination the domain and range discuss the monotony. الاسم ده بيجنني. اول واحد لقيته هو احمد الزيني. اتفرجت عليه هو كان ساعه الا تلت 8 ساعه 38 51 ثانيه بس. وكتبته. هتسالوني ليه انا بكتب وليه بتفرج؟ فانا لما بتوه بعمل كده. يعني لو بمسك الدروس بقى من اولها واحده واحده نسمع الشرح نكتبه ونحل. ده اللي انا بعمله في لما بتوه. لكن في العادي في الماس بالذات انا بخش درس بطلع فاهمه اخش ما بعملش حاجه غير انا بحل. انا عمري ما لو مسكت ورقه وقلم في الماس كده غير لما بكون تايهه ومش فاهمه. بلس ان هو انا في حصتين مع المدرس دول مع المدرس انا باخد معاه ما حضرتوش. فهو في حته واقعه مني فانا بحاول الم الدنيا. هو احمد الزيني اصلا تقريبا لسه عامل موضوع سينيور 2 ده جديد. فهو اللي هو كسينيور 2 هو مش منزل غير 4 حصص. واحد بتاع ساين رول والجبرا ليسن 2 اللي هو operation of on function elements of function واللي هو الدرس اللي انا قلت لكم اللي هو real function بس. ذاكرته خدت بريك حلو جدا يعني وبعيد ابص عليه بصه سريعه وبعدين اخش حاجه لو مش فاهمه حاجه بعلم عليها. وبعدين الغلط بقى يعني بصوا دلوقتي ده كتاب الاكسرسايز ماشي. عندنا مثلا هنا اهو اول صفحه عندنا اخر صفحه اللي هي بتكون بالظبط هنا الاكسرسايز لغايه الصفحه اللي بتكون في وش اللي هو التاني واحد. بحل كل ده وبعدين يعني على حسب ما قدرت يعني في الوقت بحله وبعدين اصحح في الاخر. اللي غلط بعمل عليه غلط بالاحمر و اسمه ده بعمل عليه هايلايت عشان لما اعرف ايه الحاجات الغلط واعمل عليها. في نفس الوقت لو مثلا السؤال الصفحه فيها عامله 2 غلط بعمل فوق -2 ان انا في هنا غلطتين بس. وبعدين بقى برجع اتفرج مثلا لما لو عندي وقت يعني بدخل اخش على اليوتيوب وبكتب حل كتاب المعاصر اول درس كذا 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 بس. والاقي اول فيديو برضه بخش اتفرج عليه عادي جدا واسمع بسمع الاسئله بس اللي غلطانه فيها عشان انجز في وقتي بس. فده اللي انا بعمله. لكن يعني ساعات ما بكملش الاكسرسايزز كلها. ساعات الغلطات باجلها اليوم تاني. كان مش حاجه حلوه قوي لكن يعني كده. بالنسبه ان انا اوريدي عليا النهارده كان درس بيور ماث فهم بالظبط معايا 5 دروس الجبرا ودرسين كالكس ودرس تريجونومتري يعني 8 دروس. يعني 8 دروس و 3 و3 6 6 و8 12 واحط عليها 2 14. فعليا 14 درس اخلصهم النهارده المهم ال 14 درس اوريدي مذاكراهم. لكن
نلعب خلاص. ف خش بقى احل على اول درس. باي، واشوفكم بعد ما اخلص. الو، عاملين ايه؟ بص، انا لو واخدين بالكم من الفرحه دي، انا اصلا الساعه دلوقتي 6:15. ما تخافوش، كنت بذاكر. خلصت اول درس. تخيلوا انا قعدت كتير قوي في اول درس. قعدت مثلا لغايه الساعه، مش عارفه لغايه الساعه كام، لكن يعني بعد الساعه 3. فانا من الساعه 12 دلوقتي انا ما خلصتش غير درسين. فالموضوع مش لطيف. بص، هو عندي ايه؟ اول درس الجبرا هما من 5. فانا خلصت اول واحد. ذاكرته وحليت عليه كل الحاجات الموجوده اللي ماما وريتها لكم دول كلهم، وصححته. المفروض كنت اسمع تصحيح، لكن بصراحه مش قادره. وذاكرت اول درس تريجونومتري، ان انا بالنسبه لي خلصت ان انا فرع يعني. بوينت ان احنا علينا 3 دروس تريجونومتري بس، فبالنسبه لي لا كده يعني خدوا قلبي كبير، لكن يعني نفخنا في بقيه الدروس، لكن حصل خير. فانا ما خدناش غير درس واحد تريجونومتري، فانا كده خلصته. فاضل لي احل عليه. في درسين كالكلس ما فتحتش كالكلس، و5 دروس الجبرا. انا بالنسبه لي كنت المهم ان انا اخلص الجبرا، لكن بصراحه ما كنتش قادره اخد بعد درس الجبرا اخد كمان درس الجبرا. بس الساعه دلوقتي 6:15. فانا عاوزه اسيب. انا جالي كده من الساعه 12 او 12 وشويه، يعني كده نص ساعه كده في السرير. لكن بص، انا كسبت بقى المذاكره والجو ده. انا عندي حاجات كتيره، انشطه داخله فيها، فانا محتاجه لها وقت. انا محتاجه اخلص الكورسات، محتاجه اخلص الرسمه. في رسمه تبع 6 اكتوبر. هتقولي 6 اكتوبر ايه؟ احنا في يوم 14. 14/10 لسه ما عملناش المعرض بتاع 6 اكتوبر. ما تكلمونيش خالص. مش عايزين اقول لكم غير ان هم احتفلوا ب 6 اكتوبر عندنا تقريبا في المدرسه يوم 6 و7 و8. فالتلاتة كانوا بيتكلموا عن 6 اكتوبر، والتلاتة كان فيهم لاينز، فاللي هو باي باي. ما حضرتهمش. حضرت يوم من 3 ايام دول. انا 6 اكتوبر اللي غبت من المدرسه، مش فاكره اليوم اللي بعدها كان حصل ايه، لكن انا حضرت اللي هو يوم 8 لقيتهم بيحتفلوا برضه 6 اكتوبر. انا كده خلصت من الدروس. هم المفروض 8 دروس، خلصت منهم 2. لسه في الواحد ده لسه مخلصتوش قوي. فانا بالنسبه لي انا كنت الهدف ان انا اخلص الجبر، عشان هو اللي كنت اكتر حاجه متلخبطه فيه. لكن مش مهم يعني، هنلمه. اصلا بكره عندي درس ماس، وانا يعني بص، انا عندي الحد ماس، وعندي عندي الحد الماس. يعني انا كل يوم في الاسبوع عندي درس ما عدا الجمعه والسبت والتلات. ماشي، عندي حد ماس، عندي 2. لا، عندي حد كيمستري، عندي الاثنين ماس، عنديش حاجه التلات، عندي الاربع ماس، عندي الخميس فيزيكس. فانا اصلا كده يوم الاربع اللي عندي فيه درس ماس، انا باخد ماس من الصبح بالليل، ان هو ده يوم الماس. فابقى لما اروح بقى ابقى اعرف اخد لي درس اخده بس. لكن يعني اكتر من كده انا بنهار في الماس وكرهتها. خلاص كرهتها، حد يطلعني من هنا بس. هروح دلوقتي اخلص حل الساين. المفروض اخلصه في 2:15. ليه؟ اقولكوا ليه. عشان انا مقسمها ازاي. انا سايبه 2 للانشطه والكورسات والحاجات دي، و من 6 ل10 4 ساعات الا ربع، عشان هي 6:15. اسمه ايه ده؟ قولوا معايا. فهم يعني 4 ساعات الا ربع. فانا سايبه 2 للكيمستري والفيزيكس، وسايبه 2:15 دول لاخر حل درس التريجونومتري، عشان عارفه ان انا بطول وانا بحل. لكن هو بالنسبه اصل هو بجد، بصوا اصلا الصفحه 163 والدرس اللي بعديه 175. فاللي هو عامل فيا كده ليه؟ بس فهروح اخلص حل على التريجونومتري. ايه ده؟ انا حل التريجونومتري. اوف، الجمال ده! الله عليك. الله عليك. انت مش تقول ده انا حله مصححه؟ اوف اوف اوف. ماشي، دي في صفحه مش حلاها، ودي صفحه تانية. اختار. بص، احنا كده هاي سكيلز دي احنا ما بحلهاش، يعني دي نجيبها على جنب كده، ما بحلهاش. لو فاضيه مش لاقي حاجه في ليله الامتحان احلها بحلها. بص، بالنسبه ان انا ما كنت المفروض احل من 3 يعني زي ما قلت لكم 163 ل 175. فالمفروض احل دلوقتي. ادي صفحه 176 وكام
44 نشيل منهم 5، لا نشيل منهم 4، ففي صفحة ونص، صفحة ايه، الصفحة دي كلها والصفحة دي لغاية هنا و40 سؤال سي، فاخلصهم في ساعتين أو ممكن اخلصهم في ساعة، لكن بصراحة هاخد بريك ربع ساعة، فبس يعني اخلص تريجنومتري وارجع لكم تاني. يا جماعة عاملين ايه؟ استنى بس مكوش هاي مرة مليون هاي. بصوا انا كنت سايباكوا قايله لكم ان انا هعمل تريجنومتري، انا فعلا في كذا سؤال حليته، سؤالين تلاتة كده، لكن الباقي انا جمعت بقى انا ليه كنت سايباهم، عشان انا ما كنتش عارفاهم، يعني ما كنتش فاهمه هما بيتحلوا ازاي، بس فان شاء الله افهمهم يوما ما لما اجي اصحح الواجب، اسمع التصحيح اللي هو كتاب واجب ايه، كتاب المعاصر. يعني احنا قلنا الاربع حاجات بتاعنا: مذاكره، حل كتاب الامتحان وملخص. انا كده مش بعمل ملخص في الماس، فهما بيكونوا 3، فانا حليت وكده، وفاضلي بقى اخر حاجه ان انا اسمع التصحيح، يعني الحاجات اللي انا عاملاها عليها غلط اخش على يوتيوب اتفرج على التصحيح بتاعها، فان شاء الله يعني ما لما حاجه بفهم ليه ممكن ايه ازاي بيتحلوا. فبصراحه ما قدرتش اكمل، بس لكن الساعه دلوقتي 7:15، تقولي كنت واخده بريك كل ده، قلت لكم ايه بتعرفوا عني كده؟ لا، احنا بصوا انا مش من نوع الناس في العموم اللي بقعد اذاكر 24 ساعه في 24 ساعه، لكن انا بحاول استغل على قد ما اقدر السبت والثلاث، عشان اليومين دول انا بكون فاضيه فيهم خالص، بالذات السبت عشان انا ما بكونش في مدرسه الصبح. بالنسبه ان انا ما رحتش مدرسه النهارده الصبح فاعتبرته النهارده السبت. ف فخلصت عرفت المسألة، يعني قعدت ابص كده لو عرفت احل حاجه اللي عرفت احله حليته، واللي ما عرفتش سبته. وبعدين دخلت قلت اخد بريك، بعدين دخلت على بنترست لقيتهم مكتوب مش عارفه، عارفين اللي هو انا بنترست كل ما بخش عليه الاقي موتيفيشن ان انا يلا بينا نذاكر، بس عارفين خدت دقيقتين بريك كنت بقرا الموتيفيشنز وبعدين كملت. هتقولي كملت ايه؟ حليت واجب الماس بتاع يوم الاثنين اللي هو امبارح واللي انا رايحاه بكره، فخلصت الواجب الماس. فاستنى دلوقتي 7:13 دقيقة، اخر مرة شفتها دلوقتي بقالي دقيقتين بعمل فيديو، فهتلاقيه 15 مثلا. فدلوقتي نقول الحمد لله نخش على جزء الكيمستري والفيزيكس. ربنا يستر بجد، ربنا يستر. الفكرة بقى ان انا ما فتحتش تاريخ احنا عملنا شلنا التاريخ على جنب كده، فهو اصلا المفروض جاي في امتحانات الشهر 3 دروس ونص، مش نص قوي يعني، في حتة يعني المفروض على حسب الميس التاريخ اللي بتاع الفصل قالت لنا ان هو الدرس الرابع ده متقسم ل3 اجزاء، فهو المفروض في جزء من ال3 دول اول جزء مع اول 3 دروس، فالمفروض افتح يوم ما يعني التاريخ، يعني مش عارفه امتى، النهارده يوم 14 والامتحانات الشهر يوم 25، لسه معانا وقت، يعني لسه معانا بتاع 10 ايام. دلوقتي المفروض انا خلاص اتقفلت من الماس اكتر من كده، حتى في وشه بجد هتقفل، مش هذاكر الماس عشان انا لما بتقفل من ماده ممكن اقعد بالشهر ما بذاكرش، فالموضوع مش هيكون لطيف في شعرايه ماشي. دلوقتي المفروض حل كيمستري وفيزيكس. بص هما اوريدي في الكيمستري فيزيكس اي ثينك ان احنا واخدين 3 دروس هنا 3 دروس هنا، انا اوريدي عامله سمري ليهم، لكن اي ثينك واخده 4 في الفيزيكس، الفيزيكس تقريبا واخدين 4، فانا عامله 2 سمري وفي 2 مش عاملاهم سمري، لكن الاتنين دول مذاكراهم لكن مش مذاكراهم قوي يعني. بصوا هم مش هيكونوا 6 دروس، لكن يعني هما 6 دروس عادي دول كويس خلاص. بس فالمفروض بوينت ان انا كنتش بحل هوم ورك، فالمفروض احل على كل درس واخلص السمري وراجع عليهم مراجعه سريعه، لكن هاخد بريك ماليش دعوه، عشان بجد لا بجد هاخد بريك مثلا ربع ساعه، عشان انا اصلا على طول في الفيديو كله بقول لكم ان انا باخد بريك ربع ساعه، لكن هو بجد ربع ساعه دي في 5 دقايق بتروح منهم وانا بصور الفيديو، وفي 10 دقايق الباقيين مثلا اقوم احرك رجلي ارجع عليهم 10 دقايق خلصوا، مثلا اروح يعني تلاقيني افتح التلاجة ابص فيها وبعدين اقفلها تاني، وبعدين الفكره ان انا بدور على حاجه اشربها مش حاجه اكلها، انا مش جعانه انا عطشانه. ف اسمه ايه ده، ف بحاول اشوف حاجه بديل للصودا في العموم اشربها، عشان مضره مضره جدا يا جماعه.
فبص انا من الناس اللي هو يا اما وانا بذاكر او انا بعمل اي حاجه لازم يا اما انا اقلق في حاجه كلب او مكسرات او حاجات دي او شيبسي او whatever ايه، يا اما اشرب حاجه. ما بحبش اقعد كده عامله كده فلازم انا اقلق في حاجه او اشرب حاجه، غير لو لسه متغديه فبقعد ساعتين كده. يعني انا متغديه بقالي 4 ساعات ما اكلتش فيهم حاجه، فانا محتاجه بقى اكل يعني عشان انا لغايه دلوقتي معجون السنان لسه طعمه بقي، ومعجون السنان بريك. ف عند الست دقايق من بريك، هاخد ربع ساعه بعد البريك بعد الفيديو ده ماليش دعوه، اخد ربع ساعه بريك وارجع لكم. بصوا هاخد ربع ساعه بريك ان شاء الله، ابدا كيمستري والفيزيكس. فيزيكس اسهل يبقى ابدا كيمستري. هبدا كيمستري ولما اخلص حاجه في كيمستري اجيلكم، عشان هو بجد الفيديو طول موت. لكن هو بص اخر بقى هو في الفيديو ما تخافوش، خلصت دلوقتي الساعه 12:22. فانا انتوا لو مش واخدين على وشي مش باين على وشي، فانا بموت وبنهار وهموت وانام. بعد ما قفلت معاكم اخر مره قلت لكم هاخد البريك واذاكر كيمستري، ما ذاكرتش كيمستري. خدت البريك عادي جدا حصل خير، لكن كملت بقى اللي هو النشاطات والحاجات دي، خلصت منها حاجه فيعني بالنسبه لي حاجه كبيره. يعني انا خلصت جزء كبير بالنسبه ان هو المفروض كنا نخلصه الجزء ده على اخر اكتوبر، لكن خلصت منه فتمام يعني. فبس دلوقتي هخش انام، وان شاء الله نكمل الكيمستري والفيزيكس لما بكره ان شاء الله لما ارجع من المدرسه. بس تصبحوا على خير واشوفكم في فيديو جديد. سلام.